عمرك سألت نفسك أنا ليه مش عارف أكون هادي زي فلان؟ ليه على طول باتعصب وباتزرزر كده ومش عارف أكون هادي؟ إزاي فلان بيتحمل بالطريقة دي وأنا مش قادرة أتحمل الحاجة البسيطة دي؟ تعالى أجاوبك في الفيديو ده. الحقيقة إن الإنسان بتكوينه الجيني وتجاربه مع بيته وأهله ومدرسته، الحاجات اللي أثرت فيه وهو صغير، اتكونت شخصيته بشكل معين، وطبعا فيها نقاط قوة ونقاط ضعف. مرة الدكتور نبيل نصري مدير معهد المشورة في العذراء أرض الجولف والغالي على قلبي جدا قال لي تشبيه عجبني قوي. قال لي إن الإنسان بيخرج للدنيا وكأنه راجل ماشي ب20 كلب بيمشيهم في الشارع ماسكهم في إيده، وكل كلب من الكلاب دي بيرمز لصفة وعكسها أو فضيلة وعكسها: الغضب والوداعة، التكبر والتواضع، الطمع والزهد، الشهوة والعفة. فممكن مثلا يكون حد عنده كلب الغضب ده كلب اللولو، هو وديع بطبعه وهادي بطبعه، لكن شهوة الامتلاك ده كلب مفترس وشرس مش عارف يروض. لكن الإنسان مطالب بتحقيق كل الفضائل دي قدام ربنا، وده الحقيقة خليني أفكر في 3 اتجاهات. أنا محتاجة أقبل نفسي زي ما هي بنقاط القوة اللي عندي ونقاط الضعف. تاني حاجة، محتاج إن أنا ما غيرش من أي حد وما بصش على الكلاب اللي لولو عند حد، لأن معرفش كلابه المفترسة فين، معرفش هو هيتسأل عن إيه وحربه فين بالظبط. تالت حاجة، ربنا شايف جهادي. لو في نقطة ضعف معينة في شخصيتي أنا بصارع فيها وبجاهد فيها عشان أتحسن، وكل شوية أقع وأقوم أقع وأقوم، ربنا شايف الجهاد ده، عارف قد إيه الكلب ده شرس وأنا بحاول أروضه بكل الطرق. فكمل جهاد، اطمن ربنا شايف، ما تبصش على حد. نصيحة في دقيقة.